مهم جدا في بدايه مشروعك ان انت تهتم بالحاجات اللي هتجيب لك فلوس او اللي هتحقق لك عائد، وتبعد عن الحاجات اللي هتاخد منك بس فلوس. اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. انا سمير حنفي وانت دلوقتي بتتفرج على سلسله كلام في البيزنس. وهنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، ونقول ان معظم الناس لما تيجي تبدا في البيزنس او في مجال المشاريع بيفكروا دايما في حاجات ممكن ما تكونش مهمه قوي في البدايه، حاجات زي المكاتب، حاجات زي الكراسي، الترابيزات، الكماليات، حاجات هتاكل منك فلوس ومش هتحقق لك اي عائد، وانت اصلا بتكون في البدايه والسيوله او الفلوس اللي معاك بتكون مهمه جدا. فبالتالي بيكون مهم جدا برضو انك تصرف الفلوس اللي معاك دي في حاجات تحقق لك عائد قريب او حاجات تجيب لك فلوس. واول الحاجات اللي تستحق انك تصرف عليها فلوسك في البدايه هي المنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها. من الاخر كده، لو عملت براند واسم وديكور وديزاين على اعلى مستوى وما اهتمتش بالمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها، العملاء او الزبائن بتوعك مش هيكونوا حابين ان هم يخوضوا تجربتك مره تانية. فالمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها من اهم الحاجات اللي تستحق ان انت تصرف عليها فلوسك، لان هي دي الحاجه اللي هتخليك مميز في السوق، وبرضه في نفس الوقت هي الحاجه اللي هتساعد على حاجه مهمه جدا وهي استمراريتك. ولكن ده مش داعي او مبرر ان انت تصرف على المنتج او الخدمه بتاعتك بطريقه مبالغ فيها. انت مطالب انك تقدم المنتج او الخدمه بتاعتك بجوده عاليه وترتقي لارضاء العملاء المستهدفين بتوعك، ولكن في نفس الوقت تكون باقل تكلفه. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عليها النهارده واللي تستحق انك تصرف عليها فلوسك في بدايه مشروعك وهي التسويق. بصراحه كده انا لو اتكلمت عن التسويق من هنا للصبح مش هخلص، لان التسويق يعتبر بحر كبير. ولكن يكفي اقول لك ان مهم جدا في بدايه مشروعك تهتم بالديجيتال ماركتنج او التسويق الالكتروني، وتهتم بان انت تروج للمنتج او الخدمه بتاعتك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لان ده هيأثر على زياده المبيعات بتاعتك بشكل كبير جدا. وان شاء الله لو جت فرصه في الفيديوهات اللي جايه هنتكلم باستفاضه اكتر عن التسويق، وهنوضح ازاي تستخدمه في زياده المبيعات بتاعتك. الحاجه الثالثه اللي المفروض تهتم بيها وتستحق انك تصرف عليها فلوسك خصوصا في بدايه مشروعك وهي خدمه العملاء. خلينا نقول ان انت لو عملت منتج كويس وسوقت له كويس جدا، ده يتسبب في ان هو يجيب لك عملاء او يجيب لك زباين. لو انت بقى قدمت المنتج بتاعك او الخدمه بتاعتك دي للزباين بتوعك بطريقه مش احسن حاجه، هتبوظ كل اللي انت عملته. مهم جدا تهتم بتقديم الخدمه والمنتج للعملاء بتوعك، لان دي حاجه تستحق ان انت تصرف عليها فلوسك علشان تقدر تجيب ستاف عنده قدره عاليه على التعامل بطريقه محترمه ومقبوله وتليق بالعملاء المستهدفين بتوعك، اللي المفروض تكون عارف هم مين كويس جدا علشان تعرف الطريقه اللي انت هتقدم بيها المنتجات او الخدمات بتاعتك ليهم. ولو مش عارف مين العملاء المستهدفين بتوعك، تقدر ترجع لفيديو دراسه الجدوى والدراسه السوقيه اللي عملناه قبل كده، هسيب لك اللينك بتاعه في الوصف. نروح بقى للحاجات اللي مش ضروري تصرف عليها فلوسك خصوصا في بدايه مشروع. عارفك انا مش بتحب تصرف كتير. اول الحاجات دي وهي المعدات. طبعا ما تجيبش معدات غاليه قوي، ما تجيبش معدات كتير، والموضوع ممكن يختلف بالنسبه للمشروع او البيزنس اللي انت هتعمله، ولكن بيكون مهم جدا ان انت ما تصرفش فلوس كتير على المعدات بتاعتك خصوصا في بدايه مشروعك. تاني الحاجات دي وهي الاساس. مكتب بقى، كراسي، ترابيزات، ايا كان حاجه متعلقه بالاساس، ولكن كلها حاجات هتاخد منك فلوس او هتاكل منك فلوس ومش هتحقق لك اي عائد. رقم 3 واللي متمثله في العمال او الموظفين. حاول بقدر الامكان في بدايه المشروع ما تعينش عمال كتير. حاول بقدر الامكان حتى لو انت هتلجأ مثلا ان انت تعين حد عنده اكتر من مهاره وممكن يغنيك عن 2 أو 3، ممكن الراتب بتاعه يكون اعلى شويه، ولكن هيغنيك عن 2 أو 3 افراد. المهم يعني ايا كانت الطريقه، تحاول بقدر الامكان ان انت تقلل من عدد العمال او الموظفين بتوعك. الحاجه الرابعه والاخيره وهي التوسع السريع. حاول بقدر الامكان انت ما تهتمش ان انت في بدايتك يعني ان انت تعمل فرع تاني وفرع تالت وفرع رابع وهكذا. حاول بقدر الامكان ان انت تهتم اكتر بان انت تحقق الاستقرار بتاعك في السوق اللي انت فيه. حاول بقدر الامكان ان انت تعمل الميزه التنافسيه بتاعتك، وكده كده التوسع هيجي. وفي نهايه الفيديو حابب اقول حاجه مهمه جدا. طبعا مبدئيا بشكركم على متابعتكم لاخر الفيديو، ولكن الحاجه المهمه وهي ان انت ضروري جدا في بدايه مشروعك تحاول ان انت تصرف فلوسك على الحاجات الاساسيه اللي احنا قلنا عليها في بدايه الفيديو، اللي هي المنتج والتسويق والكلام اللي احنا قلنا عليه، علشان الحاجات دي هتحقق لك عائد او هتجيب لك فلوس، وتبعد بقدر الامكان عن الحاجات اللي مش هتحقق لك عائد او اللي هتاكل منك بس فلوس، لان الحاجات الاساسيه دي هي اللي هتساعد على استقرارك في السوق، وهي اللي هتخليك تنمو، وهي اللي هتكبرك. ولما تكبر ابقى هات بقى المكتب اللي انت عايزه، وابقى اعمل البوفيه اللي انت نفسك فيه. وما تنساش اهم حاجه ان انت تعمل لايك للفيديو ده، وتشوف باقي سلسله كلام في البيزنس، وشوف برضو سلسله احسن من امبارح، صدقني هتفيدك. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.